ده ابو شنبات. بص ابو شنبات. وصلت اخر نقطه في افريقيا. مساعدات طالعين زي البحر بالظبط، يحبوا الناس كلها. وصلت المدينه اللي هزمت اكبر 3 دول في العالم. والحمد لله اقتحمناهم وكسبنا المعركة بنجاح. قبل 67 سنه من دلوقتي، في يوم 5 نوفمبر 1956، مدينه حربت ضد اكبر 3 دول عظمى. مدينه بورسعيد، المدينه الباسله، واتسمت بالباسله علشان فازت على قوه عظمى. أخطر 3 عدوان ثلاثي نزل على مصر، فرنسا وإسرائيل وإنجلترا. ومن اسباب العدوان الثلاثي على مصر اعلان الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناه السويس. الشركة العالمية لقناة العدوان الثلاثي لما اجى على الهجم على بورسعيد من عن طريق المالح، أجدادنا اتصددوا له، نزلوا علينا بالباراشوتات. الست والعيل دورها قبل الراجل في الحرب ديت، والحمد لله اقتحمناهم وكسبنا المعركة بنجاح. بلد بورسعيد الباسلة. وطبعا كان لازم نعمل كل ده عشان قناة السويس اللي هي حاليا أهم ممر ملاحي في العالم، وهي أول قناة بتربط بين بحرين، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. واللي ورانا دي قناة السويس، واللي بتفصل بين مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد. وكمان هي بتوفر 15 يوم زيادة للسفن بدل طريق رأس رجاء الصالح اللي بيمر من جنوب أفريقيا. وعلشان نعرف اتعملت ازاي يبقى لازم نرجع بالزمن، ومن هنا الحكاية بدأت لما فكر نابليون بحفر قناة السويس، بس الفكرة ساعتها اترفضت، وجه بعدها فرديناند ديليسيبس وأقنع محمد سعيد باشا. المهندس الفرنسي فرديناند ديليسيبس عايز يفتتح قناة السويس، في أول مرة الوالي سعيد رفض. ولما اجى الوالي سعيد رفض، فواحد دخل للفرديناند ديليسيبس قال له ده بتاع مكرونه، اعمل له حفله مكرونه وهو يعمل لك الاتفاقيه على طول. وتم الاتفاقيه وفتحت قناه السويس اللي هي يعتبر شريان البحر الابيض من البحر الاحمر، اللي هو بيوصل من جميع الدول العربيه والاوروبيه لدول الغرب والشرق تحت. وفي عام 1859 كانت ضربة أول معول يضربها فرديناند ديليسيبس، والمصريين قعدوا 10 سنين يحفروا فيها، ومات منهم حوالي 120 ألف مصري بسبب المعاملة السيئة وقلة الأكل. في عام 1869 تم الانتهاء من حفر القناة، واتعملت حفلة ضخمة بميزانية كبيرة هنا في حديقة فريال علشان يحتفلوا بافتتاح قناة السويس. وبورسعيد فيها أول منارة خرسانية اتبنت في العالم، ودي اتعملت عشان ترشد السفن اللي موجودة في القناة. وبورسعيد المدينة الوحيدة اللي موجودة في قارتين، قارة أفريقيا وقارة آسيا، وعلشان تروح الجانب الآسيوي لازم تركب العبارة. ودلوقتي احنا في المعدية اللي بتودينا بمدينة بورفؤاد في قارة آسيا، وده الجانب الآسيوي بتاعها، وده مش تلج، دي جبال الملح في بورسعيد. وكان لازم نروح سوق السمك علشان بورسعيد مشهورة بأكلة السمك. وهناك عشان تاكل أكلة سمك زي البورسعيدية يبقى تشتري السمك من مكان وتشويه في مكان تاني. اسماك بورسعيد بلدي، مطعم العاصمه نمبر 1. أنا أكلت من هناك سمك مشوي وكان جامد. عندي ابو شنبات اهو. ده ابو شنبات. بص ابو شنبات. وبورسعيد فيها ايس كريم عندهم هم بس، ايس كريم الكاساتا، واشهر حد بيعمل ايس كريم محل اسمه سلسبيله. والكاساتا هو ايس كريم ايطالي وهو عباره عن قشطه ومكسرات. وهي دي كانت بورسعيد. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس.